أكتر حاجة ممكن نستغربها الأيام دي وهي سرعة الأيام. اليوم بيعدي في لمحة عين. النهاردة 18 رمضان، متخيلين؟ كنا لسه بنحتفل بدخول شهر رمضان، فجأة عدى منه 18 يوم في غمضة عين. لازم تقف مع نفسك وتشوف وصلت لفين في اللي عدى من رمضان. شوف نفسك مقصر في ايه واشتغل عليه. رمضان ده بيبقى فرصة، لو ما اغتنمتش الفرصة دي أكيد هتبقى من الخسرانين. احنا مش ضامنين ان يعدي علينا رمضان تاني، فحضرتك لازم تتعامل مع رمضان وكأنه آخر رمضان ليك. اتعب واجتهد على قد ما تقدر، حارب وجاهد نفسك. الشهر يا دوب بيبتدي، فجأة بتلاقي نفسك في آخر الشهر في لمحة عين. قطر العمر بيفوت في لحظة، ويا تلحق نفسك يا ما تلحقش. المشكلة ان اليوم العادي بتاعك ده لما بيعدي بيقل من عمرك يوم. حاول تتخيلها كده في ذهنك، ان كل يوم بيقل من عمرك يوم. والله حاجة مرعبة فعلا لو انت بعيد عن طريق ربنا. الدنيا دي في ناس فهمتها وعارفة ومتأكدة ان مفيش حاجة فيها مستاهلة انك تغضب ربنا عشانها. في ناس بقت ماشية بمبدأ ان الدنيا دي بكل ما فيها ما تساويش عند ربنا جناح بعوضة. وهم دول فعلا اللي فهموا الدنيا صح، وعارفين ان الحاجة الوحيدة اللي هتنفعهم هي عملهم الصالح. بس للأسف في فئة تانية كتيرة قوي تايهة في الدنيا ما بين المعصية والأكل الحرام والغيبة والنميمة والبعد عن ربنا، وإنه ما بيصليش أصلا. حاجة محزنة جدا لما كل يوم والتاني شاب في عز شبابه يودعنا، وبرضه أنت لسه مستمر في طريق المعصية ومكمل فيه. طب يا عم انت هتتعظ وتفوق امتى؟ بنشوف شباب بتموت يوم فرحها، وشباب تانية بتبقى قاعدة في وسط اهلها عادي، وفجأة ربنا بيتوفاهم. وللأسف برضو مفيش حاجة بتأثر والقلوب ما بتتعظ. حاول تحط نفسك مكان الشباب دي وافتكر ان هيجي عليك لحظة وهتبقى زيهم. تخيل لحظة دخولك القبر وانت بتتسأل على اول حاجة وهي الصلاة، وحضرتك في الدنيا كنت عايشها كده، ولا صلاة ولا عمل صالح ولا اي حاجة. هتقول لربنا ايه عز وجل؟ اذا كنت بتكذب على نفسك دلوقتي فمش هتعرف تكذب على ربنا يوم القيامة. ربنا عز وجل بيقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل حاجة موجودة ومتأيدة، كل حاجة عملتها من أصغر حاجة لأكبر حاجة مكتوبة في يوم كذا والساعة كذا، وكنت بتعمل كذا وكذا. عاوزك تتخيل معايا كده معنى الآية الكريمة دي: قل نار جهنم أشد حرا. حاول تتخيل النار كده في دماغك. ده احنا والله شوية الحر بتوع الصيف ما بنستحملهمش، فما بالك بنار جهنم. قطر العمر بيعدي وانت الوحيد اللي خسران. خسران رضا ربنا، خسران راحة وطمأنينة، خسران قيام ليل، خسران الجنة، خسران كل حاجة في الدنيا. وقبل ده كله خسران نفسك. الحق نفسك واعمل حاجة لآخرتك تنفعك وقت السؤال. والله انت مش متأخر، بس انت ابدأ وخد النية بانك تمشي في طريق الجنة. الحق نفسك والحق اشبع من شهر رمضان قبل فوات الأوان.